بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في تاني درس تاني اعدادي الترم التاني، الوحدة الاولى، درس البطل الانساني الشهيد ابراهيم الرفاعي. هنشرح الاول، بعدين هنقرأ المعاني، بعدين هنقرأ النص. يلا نبدأ. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا الفهم والحفظ والعلم. إبراهيم الرفاعي أسطورة الصاعقة المصرية. الشخص ده كان من أعظم قادة القوات الخاصة المصرية في القرن العشرين. ولد في عام 1931 في حي العباسية في أسرة ترجع أصولها إلى قرية الخلالة، إحدى قرى بلقيس بمدينة الدقهلية. تخرج في الكلية الحربية عام 1954 ثم التحق بسلاح المشاة. حصل على الماجستير العلوم العسكرية عام 1959، كما حصل على فرقتي الصاعقة والمظلات، وكان ترتيبه الأول ليبدأ رحلة مجد ستبقى حاضرة في ذاكرة الوطن. معنى الكلام ده إن إبراهيم الرفاعي كان الناس قادة، يعني اللي هو رئيس القوات الخاصة المصرية في القرن العشرين ده، يعني خلاص يعني 19 القرن التسعتاشر وحبة، فده بدأ القرن العشرين، يعني سنة 1900 وحاجة دي كده بدأنا القرن العشرين. اتولد في سنة 1931 في العباسية، وأصوله كان من محافظة الدقهلية، اتخرج في كلية الحربية، التحق بسلاح المشاة. يعني لما اتخرج من الكلية الحربية بقى في الجيش في سلاح المشاة، عشان الجيش بيتقسم لكذا حاجة. وبعد كده بعد ما التحق بسلاح المشاة عمل ماجستير علوم العسكرية. البني آدم لما بيتخرج من الجامعة بيبقى في إيده ما يعملش ماجستير أو يعمل، يعني لما بيعمل دي بتبقى فرصة ترقي أكتر وأحسن من أول ما بيتخرج. فهو عمل الماجستير وحصل على فرقتي الصاعقة والمظلات، وكان ترتيبه الأول. يعني هو كان ذكي وكان كويس في الجامعة لدرجة إنه حصل على الترتيب الأول. ماشي. عرف بشجاعته الفائقة وإقدامه النادر، وكان دائما في الصفوف الأولى للمعارك، يقود رجاله بنفسه ويضرب المثل في التضحية والإخلاص. كان شخص شجاع جدا، وكان اللي هو إقدامه دي يعني بيتصدى للمعارك، كان أول الصفوف كده، بيبقى أول الناس إن هو يحارب اللي هم الإسرائيليين. ماشي. كانت كفاءته وجرأته تبهر رجاله قبل أن تبهر العدو نفسه. يعني كانت الجرأة بتاعته وكفاءته في الشغل بتاعه كانت بتبهر الرجالة بتاعته، اللي هم الناس اللي هو قائد عليهم، قبل ما تبهر العدو نفسه. لأن روح الجنود من روح قائدهم، فقد أحب الرفاعي رجاله ووثق بهم ووضع نفسه في خدمتهم، وتكفل بأسر من استشهد منهم، وكان ينخرط معهم في كل مناسبتهم السعيدة أو العصيبة. وكان دائما يقول إن من يواجهون الموت معا يجب أن يعيشوا حياتهم معا. بمعنى إن المعنى روح الجنود من روح قائدهم ده، إني خلاص أنا قائد الجنود دول، فأنا وهو كده، أنا وهم كده نعتبر شخص واحد. يعني نفرح مع بعض، نزعل مع بعض، أنا شجاع فهم يبقوا شجعان زيي، هو اللي بيديهم الحماس كده. أحب الرفاعي رجاله ووثق بهم ووضع نفسه في خدمتهم، اللي هو حب الجيش بتاعه وحب الرجالة بتاعته ووثق بيهم، اللي هو
خلاص هما مفيش تكلف بينهم، بقوا يتعاملوا مع بعض. وتكفل بأسرة من استشهد منهم، يعني الناس اللي استشهدوا، في ناس في رجالة بتستشهد بيبقى عندها زوجة وأولاد وأسرة، فهو بيتكفل بالأسر دي، بيتكفل مثلا بأولاد الراجل اللي استشهد أو مات كده. وكان ينخرط معهم في كل مناسبتهم السعيدة أو العصيبة، كان ملازمهم في كل حاجة، في مناسبتهم السعيدة يعني في الفرح، ومناسبتهم العصيبة يعني الحزن، يعني كان معاهم سواء فرح أو حزن. وكان مقولته ان هو كان بيقول ان من يواجهون الموت معا يجب ان يعيشوا حياتهم معا، يعني اللي بيروحوا وعارفين ان هم هيموتوا في سبيل الوطن، خلاص هم كده يعتبروا شخص واحد، يعيشوا حياتهم مع بعض. شارك في حرب 1956 حيث قام بأكبر عملية شهدتها بورسعيد، عملية تدمير مجموعة من الدبابات الإنجليزية بوسط المدينة. شارك في الحرب اللي كانت في بورسعيد، اللي هي عملية تدمير مجموعة من الدبابات. الجيش الإنجليزي كان عنده دبابات، فهو راح إسماعيلية ودمر الدبابات دي في وسط المدينة. برز اسمه في حرب الاستنزاف، حيث أسس مجموعة العمليات الخاصة التي اشتهرت فيما بعد باسم المجموعة 39 قتال، وهي مجموعة نفذت عشرات العمليات النوعية خلف خطوط العدو، جعلتهم يطلقون على رجال المجموعة لقب الأشباح، نظرا لقدرتهم على التخفي والدخول والتنفيذ العمليات بل والعودة دون أن يرصدوا. بمعنى أن برز اسمه في حرب الاستنزاف دي، يعني اشتهر في حرب الاستنزاف، يعني هو كان بيشارك فيها بمعنى صح. برز اسمه في حرب الاستنزاف دي بمعنى اللي هو كان بيشارك في الحرب دي، ماشي، وكان أشهر الناس اللي شاركوا في الحرب دي، حيث أسس مجموعة العمليات الخاصة التي اشتهرت فيما بعد باسم مجموعة 39 قتال. هو اللي عمل المجموعة اللي باسم اللي اتسمت بعد كده بمجموعة 39 قتال دي، والمجموعة دي نفذت عمليات كتير، وسموا الرجالة اللي هم شغالين في المجموعة دي سموهم مجموعة الأشباح. ليه؟ علشان كانوا بيروحوا ينفذوا العملية ويرجعوا من غير ما حد يعرف ان هم راحوا اصلا، ماشي، يعني دون ان يرصدوا دي، يعني محدش شافهم. كانت تلك العمليات تثير الرعب في قلوب الإسرائيليين، إذا دمرت مواقعهم وأوقعت خسائر جسيمة في صفوفهم، حيث قام الرفاعي ورجاله بقصف مدينة بيسان الإسرائيلية ونسف مخازن للذخيرة في الشيخ زويد، فضلا عن نسف قطار حربي يحمل ضباطا وجنود إسرائيليين في الشيخ زويد أيضا. أكدت تلك العمليات أن المصريون لا يلينون أمام التحديات. كانت العمليات اللي بيعملها إبراهيم الرفاعي بتخوف الإسرائيليين، ودمرت مواقع كتير ليهم وعملت لهم خسائر كتيرة، حيث قام إبراهيم الرفاعي ورجاله بقصف مدينة بيسان الإسرائيلية. الرفاعي والجيش بتاعه ضربوا مدينة بيسان الإسرائيلية ونسفوا مخازن للذخيرة. الذخيرة دي يعني مكان بيحطوا فيه الأسلحة بتاعتهم والطلق وكده، فهم نسفوه، يعني ضربوا عليها فباظت خالص. ونسفوا قطار حربي جواه ضباط وجنود، يعني جواه ضباط وجنود إسرائيليين في الشيخ زويد برضه. والعمليات اللي هم عملوها دي أكدوا إن الجيش المصري مش بيستسلم قدام التحديات. مع انطلاق الضربة الجوية الأولى ومع صيحات الله أكبر اليوم 6 أكتوبر، انطلق البطل ورجاله في 3 طائرات هليكوبتر لتدمير آبار البترول في منطقة بلاعين شرق القناة لحرمان العدو من مصادر الوقود لدباباته ومركباته، ونجح الرجال في إنجاز المهمة. مع انطلاق الضربة الجوية الأولى ومع صيحات الله أكبر
الضربة الجوية الأولى ديت يعني الطيارات اللي فوق ضربوا نار على اللي تحت، فدي انطلقت الضربة الجوية الأولى. في يوم 6 أكتوبر انطلق البطل ورجاله، انطلق إبراهيم الرفاعي والجيش بتاعه في 3 طيارات هليكوبتر، ودمروا آبار البترول اللي في منطقة بلاعيم، علشان يحرموا الإسرائيليين من ان هم ياخدوا البترول اللي هي في الآبار، البترول اللي في الآبار ده، عشان يستعملوه وقود لدباباتهم ومركباتهم، فهم بوظوه لهم، دمروه علشان ما ياخدوش وقود منه، ونجحوا في المهمة دي. وفي اليوم 7 أكتوبر بعد اللي هي الضربة الجوية بيوم، في يوم 7 من أكتوبر نجحت المجموعة أيضا في الإغارة على مطار الطور وتدمير الطائرات الرابضة به وتدمير ممرات الطائرات كي يخرج المطار من الخدمة، وهو ما أصاب القيادة الإسرائيلية بالارتباك والذهول من سرعة الضربات المتتالية لرجال الصاعقة المصرية البواسل ودقتها. في يوم 7 أكتوبر إبراهيم الرفاعي والجيش بتاعه عملوا إغارة، ضربوا على مطار الطور ودمروا الطيارات، فهيدمروا الطيارات ودمروا الممرات بتاعة الطيارات، يعني دمروا الطيارات والممرات اللي بتنزل فيها الطيارات. ليه؟ عشان المطار ما يكونش صالح ان طيارة تهبط فيه، فخرجوه من الخدمة. عشان كده القادة الإسرائيليين ارتبكوا واندهشوا من سرعة الضربات المتتالية لرجال الصاعقة المصرية. ليه؟ عشان هم قبل كده كانوا ضاربينهم يوم 6 أكتوبر، فضربوهم بعدها بيوم، فهم ارتبكوا من ده واندهشوا من ده. يوم 18 أكتوبر حين كلف البطل بمهمة اختراق مواقع العدو غرب القناة والوصول إلى منطقة نفيشة، بل وتدمير قوات العدو ومدرعاته ومنعها من التقدم في اتجاه الإسماعيلية. يوم 18 أكتوبر كلف البطل اللي هو إبراهيم الرفاعي بمهمة اختراق مواقع العدو، يعني يروح مواقع العدو غرب القناة ويوصل لمنطقة نفيشة ويدمر قوات العدو وتدمير قوات العدو ومدرعاته علشان يمنعهم من التقدم لمنطقة الإسماعيلية. هما في القناة ومش عايزهم يروحوا الإسماعيلية. ولم يأتي فجر يوم 19 أكتوبر حتى تمت المهمة بنجاح منقطع النظير، يعني العملية اللي هم عملوها في يوم 18 أكتوبر دي مجاش فجر يوم 19 أكتوبر غير لما العملية دي نجحت. وجاءت ذروة تضحيات يوم الجمعة 23 رمضان الموافق 19 أكتوبر 1973، حيث كان رجال المجموعة يخوضون قتالا ضاريا مع مدرعات العدو لمنعها من التوغل في بلادنا غرب القناة. وبينما تعالى أصوات الأذان من مسجد قرية المحسمة في إسماعيلية، إذ سقط إحدى دانات مدفعية العدو قرب موقع البطل، فتصيبه إحدى شظاياها المتناثرة، ويسقط الرجل الأسطوري جريحا، فيسرع إليه رجاله في محاولة لإنقاذه، ولكنه يطلب منهم الاستمرارية في معركتهم ومعركة الوطن، ويلفظ البطل أنفاسه صائما وينضم إلى طابور الشهداء. وجاءت قمة تضحياته يوم الجمعة 23 رمضان، ده الشهر الهجري، والشهر الميلادي 19 أكتوبر 1973. كان رجال المجموعة يخوضون قتالا ضاريا مع مدرعات العدو لمنعها من التوغل في بلادنا غرب القناة. كان الجيش بتاع إبراهيم الرفاعي بيعملوا قتال كده اللي هما بيحاربوا، واقفين بيحاربوا في بعض مع مدرعات العدو، واقفين بيحاربوا في بعض. المدرعات دي يعني دبابات وبنادق وكده، عشان يمنعوهم من دخول غرب القناة. وتعالت أصوات الأذان لدان الدن غرب قرية المحسمة في الإسماعيلية. سقط إحدى دانات مدفعية. دانات المدفعية دي يعني قذائف
المدفع اللي هي الدبابة اهي، في من قدام فيها مدفع، فلما ضرب كده شظايا ديت يعني حتت نار بتتنطور كده زي عند الحداد. لو حد فيكم شاف الحداد لما بيجي يعمل الحديد كده بالنار، في حتت نار كده بتتنطور كده، بتقعد تتنطور، هي دي الشظايا. فلما المدفع ضرب احدى الشظايا دي جت في ابراهيم الرفاعي، فتصيب احدى الشظايا المتناثرة ويسقط الرجل الاسطوري جريح. لما لما واحدة من الشظايا جت عليه وقع جريح، اتصاب. الرجالة بتاعته اللي هو الجيش بتاعه جري عليه، قال لهم لا، كملوا حرب وكسبوا المعركة بتاعة الوطن. وبين الجيش بيحارب العدو، هو اتنفس أنفاسه الأخيرة ومات وهو صايم. طبعا هو مات شهيد يعني عشان بيحارب عن الوطن. هكذا يا بني يذكرني استشهاد إبراهيم الرفاعي أن الحفاظ على الهوية المصرية إرث عظيم يتوارثه الأبناء عن الآباء جيل بعد جيل. الكاتب بيقول لنا بقى، بيذكرنا استشهاد إبراهيم الرفاعي الحفاظ على الهوية المصرية اللي هي الوطن والعادات والتقاليد. أرض الوطن ده ميراث بيتوارثه الأبناء عن الآباء جيل بعد جيل، يعني الابن بيرث ده عن أبوه، والحفيد بيرث عن الابن كده ورا بعض، كل حد يتولد جديد ياخد ده ورث عن اللي قبله. بيكمل وبيقول: فلتجعل يا بني من سيرة هذا البطل نبراسا لحياتك، ولتتعلم أن المصري الأصيل لا يفرط في وطن ولا يتخلى عن هويته، بل يحيا شجاعا ويموت عزيزا. رحم الله البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي. الكاتب برضو بيكمل كلامه بيقول لنا: خلي سيرة البطل ده قدوة ليك. ماشي. بيقول اتعلم ان المصري الأصيل مش بيفرط في وطنه ومش بيتخلى عن عاداته وتقاليده وحياته، بل يحيا هنا ده فعل بمعنى يعيش، غير يحيا باليه. يحيا باليه دي اسم. شجاعا ويموت عزيزا، بيعيش شجاع وبيموت عزيز، يعني بيموت كويس مش وحش، احسن من الانسان اللي يعيش زي ما بيقولوا بيعيش كلب ومات جبان. ماشي. ويرحم الله البطل الشهيد ابراهيم الرفاعي، وبيدعي له بيقول الله يرحمه. وبكده يكون خلص الشرح. يلا نقرأ المعاني. معاني النص: جذورها، المراد أصولها، والمفرد جذر. حاضرة، المراد باقية وخالدة، المضاد فانية وزائلة. المثل العبرة والقدوة، والجمع الأمثال. إقدامه شجاعته وجراءته، المضاد جبنه وإحجامه. ينخرط يندمج ويشاك، المضاد ينفصل. يلينون يضعفون ويستكينون، المضاد يشتدون ويصمدون. يرصدوا يلاحظوا ويكشف أمره. جسيمة عظيمة، المضاد هينة أو طفيفة. تبهر تعجب، تثير تنشر. الإغارة الهجوم، المضاد التراجع والانسحاب. الرابضة به، الملازمة له والمنتظرة به، المضاد الملحقة. منقطع النظير، المراد لا مثيل له. ذروة قمة وأعلى، الجمع ذرة. دراية شديدا أو فتاكا. التوغل التعمق. دانات قذائف المدافع، المفرد دانة. شظاياها قطاعها المتفارقة،
المشتعلة. المفرد شظية. المتناثرة المتفرقة. والمضاد المتجمعة. نبراسا مصباحا، والمراد قدوة. جمع نباريس. ولد في عام 1931 في حي العباسية، وفي أسرة ترجع جذورها إلى قرية الخليلة، إحدى قرى بالكاس بمدينة الدقهلية. وتخرج في الكلية الحربية عام 1954، ثم التحق بسلاح المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية عام 1959 ميلاديا، كما حصل على فرقتي الصاعقة والمظلات، وكان ترتيبه الأول ليبدأ رحلة مجد ستبقى حاضرة في ذاكرة الوطن. عرف الرفاعي بشجاعته الفائقة وإقدامه النادر، وكان دائما في الصفوف الأولى للمعارك، ويقود رجاله بنفسه، ويضرب المثل في التضحية والإخلاص. كانت كفاءته وجرأته تبهر رجاله قبل أن تبهر العدو نفسه، ولأن روح الجنود من روح قائدهم، فقد أحب الرفاعي رجاله ووثق بهم ووضع نفسه في خدمتهم، وتكفل بأسر من استشهد منهم، وكان ينخرط معهم في كل مناسباته السعيدة أو العصيبة. وكان دائما يقول إن من يواجهون الموت معا يجب أن يعيشوا حياتهم معا. شارك في حرب 1956 ميلاديا، حيث قام بأكبر عملية شهدتها بورسعيد، عملية تدمير مجموعة من الدبابات الإنجليزية بوسط المدينة، وبرز اسمه في حرب الاستنزاف، حيث أسس مجموعة العمليات الخاصة التي اشتهرت فيما بعد اسم مجموعة 39 قتال، وهي مجموعة نفذت عشرات العمليات النوعية خلف خطوط العدو، وجعلتهم يطلقون على رجال المجموعة لقب الأشباح، نظرا لقدرتهم على التخفي والدخول وتنفيذ العمليات بل والعودة دون أن يرصدوا. كانت تلك العمليات تثير الرعب في قلوب الإسرائيليين، إذ دمرت مواقعهم وأوقعت خسائر جسيمة في صفوفهم، حيث قام الرفاعي ورجاله بقصف مدينة بيسان الإسرائيلية، ونسف مخازن للذخيرة في الشيخ زويد، فضلا عن نسف قطار حربي يحمل ضباطا وجنودا إسرائيليين في الشيخ زويد أيضا. أكدت تلك العمليات أن المصريين لا يلينون أمام التحديات. مع انطلاق الضربة الجوية الأولى، ومع صيحات الله أكبر يوم 6 أكتوبر، انطلق البطل ورجاله في 3 طائرات هليكوبتر لتدمير آبار البترول في منطقة بلاعيم شرق القناة، لحرمان العدو من مصدر الوقود لدباباته ومركباته. ونجح الرجال في إنجاز المهمة. وفي 7 أكتوبر نجحت المجموعة أيضا في الإغارة على مطار الطور وتدمير الطائرات الرابطة به، وتدمير ممرات الطائرات كي يخرج المطار من الخدمة، وهو ما أصاب القيادة الإسرائيلية بالارتباك والذهول من سرعة الضربات المتتالية لرجال الصاعقة المصرية البواسل ودقتها. وجاء يوم 18 أكتوبر، حيث كلف البطل بمهمة اختراق مواقع العدو غرب القناة والوصول إلى منطقة نفيشة، بل وتدمير قوات العدو ومدرعاته ومنعها من التقدم في اتجاه الإسماعيلية. ولم يأتي فجر يوم 19 أكتوبر حتى تمت المهمة بنجاح منقطع النظير. وجاءت ذروة تضحياته يوم الجمعة 23 رمضان الموافق 19 أكتوبر 1973، حيث كان رجال المجموعة يخوضون قتالا ضاريا مع مدرعات العدو لمنعها من التوغل في بلادنا غرب القناة. وبينما تتعالى أصوات الأذان من مسجد قرية المحسمة في الإسماعيلية، إذ سقط إحدى دانات مدفعية العدو قرب موقع البطل، فتصيبه إحدى شظاياها المتناثرة، ويسقط الرجل الأسطوري جريحا، فيسرع إليه رجاله في محاولة لإنقاذه، ولكنه يطلب منهم الاستمرار في معركتهم ومعركة الوطن، ويلفظ البطل أنفاسه صائما وينضم إلى طابور الشهداء. هكذا يا بني يذكرنا استشهاد إبراهيم الرفاعي أن الحفاظ على الهوية المصرية إرث عظيم يتوارثه الأبناء عن الآباء جيلا بعد جيل.
لتجعل يا بني من سيرة هذا البطل نبراسا لحياتك، ولتتعلم أن المصري الأصيل لا يفرط في وطنه ولا يتخلى عن هويته، بل يحيا شجاعا ويموت عزيزا. رحم الله البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي. وبكده يكون خلص درس النهاردة. أشوفكم في درس جديد. مع السلامة.